أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحبا متابعيني، يسعد لي كل أوقاتكم، رمضان كريم، إن شاء الله تكونوا كلكم بصحة وخير يا رب. بفيديو اليوم حبيت شارككم طريقتي بتقديم أطباقي لشهر رمضان الكريم. ومثل ما بتعرفوا بهذا الشهر بنحب نشكل شوي بالأطباق، يعني مثل السلطات، الشوربات، والطبق الرئيسي، وإذا كان هيك صحن حلو جنب الأكلات، فهذا الشيء ما بيمنع أبدا. اليوم حبيت شارككم أفكاري، بتمنى تعجبكم. إذا كنتم متحمسين تابعوا معي الفيديو. هاي الوصفات يلي كتبتن على الورقة استنادا للشغلات الموجودة عندي بالبيت، فمن خلال المواد الموجودة عندي بالبيت قررت إني أعمل هاي الوصفات. أول شي رح بلش بالمعروك لأنه بياخد وقت، وكمان بنقدر نشيله من طريقنا، لأنه إذا نحن عم نطبخ وكنا مشغولين كتير بالمطبخ فأكيد ما رح نفضل نعمل المعروك، فمشان هيك أول شي رح أعمل المعروك. أنا هون دخلت على المطبخ بعد صلاة العصر، يعني معي وقت منيح لحتى أحضر أطباقي. هون جبت هاي الطريقة من التيك توك، حبيت إني أجربها. تابعوا معي الفيديو لحتى نشوف النتيجة مع بعض. حطيت كاسة من الحليب الدافي، نص كاسة من السكر، بيضة واحدة، حطيت ملعقتين من السمنة أو الزبدة أو الزيت مثل ما بدكن. حطيت هون ملعقة صغيرة من اليانسون والمحلب والفانيليا وكمان البيكنج باودر. ورح أضيف هاي الخميرة الفريش، وبتقدروا كمان تضيفوا الخميرة طبعا الحبيبات. هلأ هون بعد ما حطيت كل هالمواد مع بعضهم رح حركهم كتير منيح قدر المستطاع لحتى أدوب المكونات كلياتهم مع بعضهم. وبعد هيك رح نزل عليهم الطحين. كمية الطحين يلي نزلتها 650 جرام، بيطلعوا تقريبا 3 أكواب وربع هيك شي. عجنت العجينة كتير منيح مع بعضها لحتى صارت طرية. شايفين قديش عجينتي صارت طرية؟ هلأ بغطيها، بدي حطها أنا لحتى تصير معي بسرعة وتختمر بسرعة. حطيتها 30 ثانية بقلب الميكروويف، شغلت الميكروويف 30 ثانية وبعدين تركت الزبدية بقلب الميكروويف، هيك بتضل محبوسة بالحرارة وهيك بتختمر معي بوقت أسرع. هلأ هون بدي أعمل كريسبي الدجاج، رح أعمله من صدر الدجاج. أول شي هون قطعت صدر الدجاج لقطع هيك أصابع لحتى تكون هيك القطعة صغيرة وما تكون كبيرة. طبعا هذا الخليط يلي رح أعمله بتقدروا تعملوا منهم كريسبي بالجناحات أو كريسبي بالفخاد أو كريسبي بصدر الدجاج، كله بيصير. وهي الخلطة كتير رائعة، أنا دائما بعتمدها ودائما بعملها، كتير سهلة وبسيطة وبنفس الوقت بتاخدوا نتيجة كتير مضمونة. أخدت قطعة صدر كمان صغيرة بدي أعمل منها شوربة الشعيرية، لأنه نحن بالبيت كلياتنا بنحبها. لهي الشوربة أول كم يوم عملت شوربة العدس، وهلأ حبيت هيك غير، فحبيت أعمل شوربة الشعيرية. شايفين القطع المكعبات لشوربة الشعيرية والكبيرة للكريسبي. هلأ بالنسبة للتوابل، هاي التوابل كلّياتن جهّزتن جنبي مشان فورًا بلّش بتطبيق الوصفة. هون أنا عملت بس نص كيلو من صدر الدجاج، فلنص كيلو من صدر الدجاج رح نحتاج ملعقة الشاي من الكركم، ملعقة الشاي من الزنجبيل والهال المطحون، وضفت ملعقة طعام من الملح، ضفت كمان ملعقة شاي من البصل البودرة والثوم البودرة، فلفل الأبيض وفلفل الأسود، ملعقة طعام من الكزبرة اليابسة، وملعقة صغيرة من البابريكا. خلطت كل هالمواد الجافة مع بعضهم، وهلأ بدي أخد منهم قسم لحطهم على الدجاج وقسم لحطهم على الطحين. أول شي هون حطيت ملعقتين كبار من الزبادي وضفت عليهم الخلطة يلي أنا عملتها، وتركت ملعقة طعام ضفتها على الطحين. وهون نزلت تقريبا ربع كاسة أو تلت كاسة من الخل، وبحركهم مع بعضهم بهذا الشكل. شايفين؟ هلأ بنزل الصدر الدجاج عليهم. هلأ هون بعد ما جهزت المعروك كمان تبلت الكريسبي لحتى ياخد كمان شوي طعمة من التبلة،
هلأ فيني فورًا أتبّلها وأقليهم مباشرةً، بس أنا بدي إياهم هيك يضلوا شغلة ساعة بالتوابل أو ساعتين لحتى هيك تاخدوا طعمة أقوى. هون غطيت صدر الدجاج وتركته على جنب، وراح جهز المواد الجافة كمان وبتركن على جنب، هيك بسهل على حالي الشغل كتير. حطيت كاستين من الطحين، وحطيت طبعًا معهم التبلة اللي تبلناهم مع بعض، وحطيت ملعقة طعام من البيكنج باودر، وضفت عليهم ملعقتين من النشا. هاي الخلطة كتير رائعة وبتعطي طعم كتير مميزة للكريسبي، وبتخلّيها مقرمشة كل اليوم. طبعًا أكيد لتاني يوم الكريسبي ما بضل مقرمش حتى لو اشتريناه من المطاعم. هلأ هون عجينة المعروك صارت جاهزة، اختمرت وارتفعت، يعني شايفين لبين ما بس جهّزت صدر الدجاج وتبّلتن هون عندي عجينتي اختمرت. طبعًا هي المرحلة الأولى من التخمير. هون كنت محضرة الشوبك والطحين لحتى يعني يرقّن، فحسّيت عجينتي كتير طرية وما بتحتاج أبدًا إنّي رقها بالشوبك، لإنه العجينة وقت اللي بنمدّها بإيدنا بتعطينا نتيجة أفضل يعني من الشوبك. فمشان هيك بتشوفوا محلات البيتزا والمحلات المعجّنات بيحبّوا يمدّوها بإيدُن، لإنه بتترك الكمية الهوا بقلب العجينة. هلأ أنا هون بعد ما مدّيت صينيتين طلعوا عندي بكفّوا. هون شغّلت الفرن على درجة حرارة 150 دقيقتين 3 وطفّيته، بس هيك دفّيت الفرن وحطّيت هالصينيتين بقلب الفرن تركتُن لحتى هيك ياخدوا راحتُن بالتخمير. هون بدي أعمل متبّل الكوسة، جهّزت لمتبّل الكوسة لإنه أنا عندي كوسة بالبيت ومالي عرفانة شو بدي أعمل، فلقيت إنه أفضل حل إنّي أعمل متبّل الكوسة وطعمته كتير طيبة. إذا أنتم مالكم مجرّبين متبّل الكوسة فجربوه. بتقدروا الكوسة تقلوه قلي، وبتقدروا كمان تشووه بالفرن، بتقدروا تشووه كمان بالقلاية الهوائية. وفي ناس كمان هيك بيحطّوه على البخار بس وبيخلّوه لحتى حبّة الكوسة تستوي وتصير طرية وبيستخدموها للمتبّل. يعني اختاروا الطريقة اللي بتناسبكن وكلّياتن طيبين أنا مجرّبتن. هون عندي كان في حبّتين من الباذنجان، بدي أعمل فتّة الباذنجان. فتة الباذنجان كتير طيبة جربوها لإنه يعني هيك هي نوع من أنواع المقبّلات، وبنفس الوقت هيك بسرعة بتصير معكم، يعني ما بتاخُد منكم وقت أبدًا. هون قطّعت الباذنجان لمربعات صغيرة، وبلّشت حطّيت الزيت وخلص بلّش الجد. هلأ هون شفتوا هلأ شِلت المعروك من قدّامي، فصار عندي بس بدي جهّز للطبخة. أكيد وقت بدكم تفوتوا على المطبخ لازم ما يكون عندكم ولا قطعة جلي بالمجلة أو بالجلاية، لازم تكونوا مفضّينها لحتى تكونوا جاهزين وأنتم عم تشتغلوا، ما تلتهوا بشي تاني أبدًا. هلأ هون بعد ما قليت الباذنجانات بدي طبعًا خلّص الباذنجان وبدّي أقلي بقية الشغلات. تقريبًا اليوم أنا وصفاتي كلّن قلي. هون المعروك عندي انتفخ وصار جاهز. بس هيك ضغطت عليهم شوي بالكاسة، أول شي عطيتهم شكل، وتاني شي مشان ما يرتفعوا ويصيروا متل شكل البالون. بس هون أنا حسّيت إنه كان لازم إنّي أضغطن قبل ما إنّي خلّيهم يختمروا، ما بعرف هيك حسّيت. هون طبعًا دهنت وشّن بالحليب. أفضل نتيجة أخدتها من الحليب على فكرة، لإنه سهلة كمان بتعطيكم لون كتير، كتير حلو أثناء الخبز. فصرت أعتمد دائمًا على الحليب بدهن وش المعجنات. طبعًا كمان فيكم تحطّوا صفار بيضا مع الحليب، بس أنا بافضّل هاي الطريقة لإنه بتعطيكم نفس النتيجة. هلأ هون أنا نزّلت شوية حبّة بركة وشوية سمسم على وش الصينية، ورجعت ريّحتها تقريبًا 10 دقايق لإنه أنا ضغطتها بالكاسة، فالأفضل إنه ترجع ترتاح. طبعًا أنا هون جهّزت الفرن شغّلته على درجة حرارة 170 شغّال من فوق ومن تحت، وراح أخبز المعروك على أول صينية من الرف التحتاني. هون بعد ما قليت وجبة الباذنجان كمان قليت وجبة الكوسة لحتى أعملها متبّل الكوسة. طبعًا هون شغلات لازم تنعمل قبل بوقت فباحضّرها، والشغلات اللي بدي إياها تضل سخنة باتركها لآخر الشي. هون بلّشت جهّز للصلصة يلّي راح آخدها لمتبّل الكوسة وكمان لفتة الباذنجان. حطيت هون تقريبًا نُص كاسة من الزبادي ونُص كاسة من الطحينة وليمون حسب الرغبة، وحطيت ملح وكمان توم وحرّكتن مع بعضن. أول شي بدي الخلطة تكون للمتبّل من دون ما أطرّيها بشوية مي، وأمّا للفتة بدي طرّيها بشوية مي للتراتور يعني، لحتى هيك تكون أخف شوي. هلأ هون بعد ما قليت وجبة الكوسة خلص هلأ هون صار عندي الكوسة جاهز والباذنجان جاهزين. هون قليت البطاطا، حبيت فرجيكم نوعية البطاطا،
يلي أنا بستخدمها كتير كتير نوعيتها رائعة، وتقريبا أطيب بطاطا ممكن تدوقوها يعني بأوروبا. هلأ أنا هون عم قطّع الخيار، بدي أعمل صحن فتوش. أنا باحب الفتوش يكون تقطيعه خشن، هيك بيطلع شكله أحلى وطعمته كمان هيك يعني بتحسّه غير. الفتوش إذا نعّمتوه باحس بتروح الطعمة، فالحلو بالفتوش إنه تكون كل القطع خشنة. هون قطّعت الخيار والخس، وعندي هون البقلة غاسلتها طبعًا، ورح نزّلها. أنا بس باقطّف الأوراق، في ناس بيفرمون، لأ ما لازمٌ فرم، بس هيك حطّيت شوي من النعناع الأخضر، البقدونس، قطّعت فِجل لقطع كبيرة شوي، قطّعت بندورة كرزية هيك طعمتها طيبة، نزّلت ليمون وتوم وزيت، وباترك الفتوشات على طرف، ما راح أحط لهم ملح إلا وقت التقديم. حطيت كل شي ما عدا الملح مشان ما تدبل، ما يدبل عندي الفتوش. هلأ هون أول قرص معروق صار عندي جاهز مباشرةً، وقت اللي بطلعه من الفرن رح لازم تدهنوه بالقطر، لأنه القطر بيعطي لمعة، بيعطي لون حلو، وبيعطي طراوة للمعروق. فلازم مباشرةً قرص المعروق بس يطلع من الفرن مباشرةً إنكم تدهنوه بالقطر. هون عندي الصينيتين صاروا جاهزين ودهنتهم بالقطر، سقسقتهم سقسقة بالقطر لأنه السكر يلي بقلبه كان شوي خفيف، هيك بيطلع ممتاز. ورشيت عليهن جوز الهند والفستق الحلبي، وتركتن على جنب. باتركن يبردوا بحرارة المطبخ، وبعدين بلبسهم كيس وبتركن على جنب لحتى يحافظوا على طراوتن. وهون جيت لحتى أحضر طبعا متبل الكوسة. الخلطة يلي عملتها والكوسايات حطيت هون هيك ملعقتين 3 كبار. وبدي اترك بقية الخليط لفتة الباذنجان، حطيت عليه شوية مي لحتى يكون هيك أطرى شوي. طبعًا خليط تبع المتبل لازم يكون تقيل لحتى ما يصير كتير طري. هون خلطتهم بالهاند ميكسر بهاي الطريقة لحتى ينطحنوا معي الكوسة بطريقة كتير منيحة، ويدوبوا وما يبين منّن ولا قطعة. طبعًا هون صارت عندي خلطة جاهزة، ما في داعي نضيف عليها أي إضافات، بس وقت التقديم بنحط لها شوية زيت وبنزينها بالطريقة اللي بتعجبنا. شايفين هذا هو قوام الخليط. هلأ هون سكبت المتبل وزينته بطريقتي، طبعًا طريقة تقليدية ومعروفة عند الكل، وطريقة سهلة كتير، وبيعطي شكل كمان كتير حلو. أنا باحب هاي الطريقة من زمان كتير، باحب إني زين صحن المتبل بهاي الطريقة. شوفوا طلع كتير مرتب. زينت الصحن بشوية بقدونس، وحطيت على وشّن شوي من الرمان، وحطيت شوي من زيت الزيتون، وهيك صار عندي طبق المتبل جاهز كمان حطيته على جنب. هلأ صار عندي المتبل جاهز، وصار عندي المعروق جاهز، وجهّزت تقريبًا الطبق الرئيسي. وهلأ بدي أعمل شوربة الشعيرية. قليت هون بصلة كبيرة بزيت الزيتون، وضفت بطاطا مقطعة لمربعات صغيرة، وكنت نسيانة هيك حزين من البطاطا من دون ما أقطعهم، فرمتهم كمان يعني ما كانوا مبينين معي. ونزلت عليهم الدجاج اللي فرمتهم بأول الفيديو، وحطيت عليهم شوي من الفلفل الأسود، شوي من الملح، وملعقة صغيرة من بودرة الماجي، وقلبتهم كتير منيح مع بعضهم. بدي الصدر والبطاطا يتقلوا كتير منيح. هلأ هون شوفوا صدر الدجاج عندي جاهز. الخلطة شوفوا الفائدة إنه بيكونوا هيك جاهزين، فما في داعي إني أشتغل فيهم. بس مجرد إني باخد قطعة من صدر الدجاج، طبعًا متل ما شفتوا كنت مصفيتهم من التبلة الزيادة لحتى ما تاخد كمية طحين كبيرة، هيك بيكون السوائل أقل. بس هيك نزّلت قطعة الصدر بقلب الطحين مع التبلة طبعًا متل ما بتعرفوا، وبس هيك كبست عليهم شوي بإيدي لحتى يلزق فيهم الطحين. ووقت اللي بدي أحطهم بالزيت بنفضهم هيك نفضة صغيرة، وبنزّلهم بالزيت على درجة حرارة. أول شي الزيت باحمّيه، وبعدين بسوي الزيت عندي إياه متوسط الحرارة، يعني الزيت لازم يغلي عندكم بس ما يكون كتير أوي لحتى ياخد راحته الدجاج ويستوي من قلبه من جوا، وبياخد اللون المطلوب. هلأ هون شوربة الشعرية متل ما شفتوا بعد ما صدر الدجاج استوى عندي، نزّلت مي تقريبًا لتر ونص من المي. كان عندي أنا حبّة واحدة من البطاطا، حبّة من البصلة، نزّلت لتر ونص من المي، وباتركن لحتى تستوي عندي حبّة البطاطا. وشوفوا لي شكلها الكريسبي مو بياخد العقل. جربوها كتير كتير طيبة، وولادكم كتير رح يحبوها. إذا بدكن تعملوا منّن كل يوم ما رح يقولوا لكم لأ، وطريقة تحضيرها كتير سهلة ما بتاخد منكم وقت يعني، فاعملوها لولادكن رح يحبوها كتير. هلأ هون شوفوا اللون بيجنن بياخد العقل. الشوربة على النار
بقيان عندي تقريبا نص ساعة للأذان، وأنا هون تقريبا خلصت كل شغلي. وبالمقابل أنا عم أجلي أول بأول شو ما طلع عندي جلي مباشرة، لأنه إذا بتجلي قطعة ورا قطعة فما رح يتراكم علينا الجلي. مشان هيك يعني هالمرة هيك تحمست وجليت الجليات أول بأول لحتى ما يصير عندي جلي كتير. هون حطيت الملح على الفتوش، خلاص صار الوقت إني أحط الملح على الفتوش. نحن ما بنحط خبز كتير للفتوش، بس هيك على الوش هيك كام قطعة لحتى نزين الفتوش بالخبزات، وبنحط هيك زبدية خبز يعني مقلي جبنة، واللي بده بيحط على صحنه، لأنه بتعرفوا إنه الخبز بصير طري، وزينته بالخبز المقلي والرمان، حطيتن على جنب. هون فتة المكدوس أو فتة الباذنجان، حطيت مكعبات الباذنجان والخلطة اللي عملتها ونزلت عليهن الخبز المحمص، وكمان حطيت عليهن شوي من البقدونس، وحطيت كم حبة من الرمان، وكمان قليت المكسرات بالسمنة البلدي، وهيك مع صوت الله أكبر صفرتي صارت جاهزة. البطاطا المقلية والكريسبي، فتة الباذنجان، وكمان الفتوش، طبعا هذا لازم يكون يوميا على سفرتنا، وكمان أكيد متبل الكوسة وشوربة الشعيرية والمعروكات صاروا جاهزين. وهيك متابعين الغالين كانت سفرتي. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي بتحضير الأكل، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو اللي قدمت لكم إياه. بتمنى منكم إذا حبيتوا الفيديو تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، تشاركوني آرائكم، لا تنسوا تحطوا لي لايك لحتى أستمر بتقديم الوصفات. شكرا كتير لكم، شوفكم وصفات جديدة وسلامات.